يعني إيه تكون مسيطر على حياتك وتفهم أنت ليه بقيت حساس بزيادة؟ كتير مننا بيحس إن الظروف حواليه هي اللي بتتحكم فيه وبيبقى عايز يغيرها لكن مش عارف يبدأ منين. والحقيقة التغيير مش بس في الظروف، التغيير الحقيقي بيبدأ من جواك. في الفيديو ده هنتكلم إزاي تفك شفرة دماغك وتفهم ليه بتفكر بالطريقة دي، وإزاي تقدر تغير أفكارك عشان تغير حياتك. من الآخر هتعرف تبقى الكوتش بتاع نفسك وتسيطر على مشاعرك وتاخد قرارات تخلي حياتك أحسن. لو أنت أول مرة تسمعني، أنا اسمي رامز نصيف، ضابط شرطة سابق، لايف كوتش ومعالج نفسي واستشاري علاقات معتمد. وخلينا ما نضيعش وقت وندخل في الموضوع على طول. ناس كتير بتشتكي من الظروف وبتحطها شماعة للتعاسة اللي بتمر بيها في حياتها. فخليني النهاردة نجاوب على أسئلة مهمة كتير ما بيبقاش عارف إجابتها. هتعرف إزاي تغير ظروفك وإزاي تكون الكوتش بتاع نفسك. عشان نتعلم ده في كذا حاجة محتاجين نفهمها. لو حد منكم أخد جلسات كوتشنج معايا أو مع حد تاني هيعرف إن أول مرحلة تغيير لازم نمر بيها وإزاي نغير ظروفنا هي إنك تزود وعيك. والوعي بتبسيط مخل هو إنك تفهم طريقة تفكيرك عاملة إزاي، لأن طريقة تفكيرك هي النضارة اللي بتشوف بيها كل حاجة بتحصل حواليك وشايف من خلالها الدنيا إزاي. ولو أنت كنت تابعت الفيديو الأول في الكورس ده هتفهم إن إحنا قلنا إن إحنا مسيرين ومخيرين على حاجات كتيرة في حياتنا، لكن مخيرين في طريقة رؤيتنا للضغوط والظروف واستجابتنا وردود أفعالنا في التعامل معاها. طيب تعالوا نجاوب على سؤال مهم. لو أنا مش حابة أحجز جلسات كوتشنج، إزاي أكون أنا الكوتش بتاع نفسي؟ هو ببساطة الكوتش ده فاهم الدماغ بتشتغل إزاي ودارس الموضوع ده. فأنا هفهمك دلوقتي القصة ماشية إزاي عشان تعرف مدخلك منين وتعرف فين مفاتيح اللي محتاجها عشان تغير حياتك وتوصل لأفضل نسخة من نفسك. في حياتنا في حقائق وظروف موجودة مجبرين عليها، زي اتولدت في البلد دي، أهلك دول، المدير بتاعك فلان الفلاني، شريك حياتك فيه عيوب معينة، الأقدار عموما. لكن أيامنا بنمر بيها بحاجات زي مثلا فلان قال عني واحد اتنين تلاتة، ده واقع زي ما هو كلام سمعناه حقيقي، والكلام ده لما بيمر عليا بيأثر فيا وبيوجعني. لكن الفكرة إن كل واحد فينا بيشوفه بطريقة مختلفة. هتيجي تقولي طب يا عم رامز احنا هنا مخيرين في ايه؟ هقولك مخيرين هنفهم اللي اتقال ده ازاي، لأن كل واحد فينا جواه صوت داخلي بيقول له اه ده قصده معرفش ايه، ده بيقول كده عشان يقلل مني او يهين كرامتي او يسيطر عليا. احنا هنا صوتنا الداخلي ابتدى يحلل الكلام ويطلع منه بافكار تخلق قصة في دماغنا. ربنا خالق دماغنا تشتغل بالطريقة دي، بتخلق قصة من المعطيات اللي بتحصل حوالينا، ونتيجة افكار القصة دي بتتولد المشاعر اللي احنا بنحس بيها. واحنا محتاجين المشاعر دي في حياتنا، لان المشاعر دي الطاقة والبنزين اللي هتحركنا عشان نعمل أفعال وبتشكل سلوكنا بشكل عام. فده الجزء اللي لازم نفهمه كويس، إزاي دماغنا بتشتغل، لأن الأفعال اللي بنعملها دي ليها نتائج على حياتنا. أنا دلوقتي لو شفت أمر معين حصل فيه واحد اتنين تلاتة، دي إيه؟ دي حقائق. نمرة اتنين تحليلي للحقائق دي ورؤيتي للموضوع. الرؤية دي هي اللي هتحرك مشاعري، وهنا دي أول حاجة نقدر نغيرها. ليه؟ عشان لما هنغيرها هتغير بالتبعية الأفكار والأفعال. احنا اتعلمنا في الدرس الأول ازاي نعرف مشاعرنا وقت الضغط ونتعامل معاه، ودلوقتي عرفنا ان الأفكار بتتشكل نتيجة رؤيتي للأحداث اللي بتحصل في حياتي. فتعالى دلوقتي أشرح لك نموذج من 5 خطوات يساعدك تحلل كل موقف بتمر بيه صح. أول خطوة إن الأمر ده حصل، حقيقة، واقع، فاكت. مثلا شريك حياتي قال لي انت شخص مقصر. تاني خطوة، انا شفت ده ازاي، شفت اللي حصل ده ازاي. وهنا افكاري عن اللي حصل بتشكل جزء كبير من الموضوع. هل انا فكرت في اسباب تقصيري فعلا وابتديت ادور على حلول ازاي اتجنب التقصير فيها، ولا اخدت الموضوع على ان شريك حياتي بيهين كرامتي وبيقلل مني؟ خد بالك ان ده اختيارك في الاول وفي الاخر، اختيارك ان انت تشوف الموضوع ازاي. تالت خطوة، لما شفته بالشكل ده المشاعر اللي اتحركت جوايا كان شكلها ايه، سواء كان ايجابية او سلبية.
رابع خطوة، مشاعري لما طلعت بيطلع منها أفعال. الأفعال دي رد فعلي نتيجة القصة اللي أنا شفت بيها الموضوع. خامس خطوة، هي النتائج اللي حصلت نتيجة أفعالي كانت عاملة إزاي. وعشان نقدر نتحكم ونغير من المنظومة دي لازم نركز على حاجتين مهمين جدا، وهي الأفكار والمشاعر، لأن دول اللي احنا مخيرين فيهم. طيب لو انت مركز معايا هتشوف علاقة الظروف فين. علاقة الظروف فين في الدايرة دي؟ ادي الظروف، ادي رؤيتي، ادي المشاعر، ادي الافعال، ادي النتائج. وفي خلال الكورس ده هندخل شوية اعمق ونفهم جودة الافكار والمشاعر اللي بنمر بيها. طيب لو انت تهت مني ما تقلقش خالص، كل حاجة تبقى ابسط. احنا بس عشان بنغير لازم نفهم اكتر ايه اللي بيجرى جوه دماغنا وجوه افكارنا، وبيجرى ليه، عشان اعرف هغير ايه. وللاسف كتير مننا بيدور على افعال ونصايح ممكن حد غيره ما يكونش مر بنفس الرحله بتاعته او بيمر بنفس الظروف، وبالتالي بينصحوا نصايح ممكن ما تناسبوش، ولا تناسب لطبيعتك، ولا مناسب لشخصيتك. حتى لو النصايح دي كانت مفيده بالنسبه لك، او انت شايفها انها فعلا مفيده بالنسبه لك. وللاسف في كوتشز كتير بتغلط الغلطه دي، ان هو يحاول ينصح الناس اللي بتتدرب عنده انه يعمل سلوك جديد، زي انه يلعب رياضة، يتمشى. كل الكلام ده صح 100%، انا مش بعدل عليهم. ولكن معادلة التغيير لو تتخيلها معايا، انا ناقص واحد وبضيف زائد واحد، فالمعادلة النهائية هتبقى ايه؟ صفر. فلو انا قلت لك سلوك جديد تعمله والنظام بتاعك القديم في مخك شغال ضده طول الوقت وبيقاومه، فالنتيجة هتكون صفر وهترجع نفس الشخص ما بيتغيرش. فاحنا دلوقتي مجرد بس بنفهم وبناخد معلومات عن نفسنا وطريقة تفكيرنا عاملة ازاي، وهو ده الوعي. بنفهم من خلاله طبيعة أفكارنا ومشاعرنا، وبتفهم دماغك دي بتشتغل ازاي عشان تقدر تعدل فيها للأحسن. فمثلا انت دلوقتي فهمت ان مشاعرك دي نتيجة أفكارك مش نتيجة الظرف نفسه، فعرفت دلوقتي انت حاسس بإيه وسببه الحقيقي ايه. بنفهم وبنوسع الوعي عشان نعرف بعد كده هنغير ده ازاي. السؤال بقى بيطرح نفسه، انا يا كوتش فهمت واستوعبت كل ده، المفروض اعمل ايه انا بقى دلوقتي؟ عايزك كده معلش تتعب نفسك وتجيب ورقة وقلم او على النوتس في تليفونك وتكتب اجابات عن الاسئلة اللي هقولها لك دي دلوقتي. ايه اكتر حاجة دلوقتي شايف انها مضايقاك؟ وده يوصلنا لايه؟ الظرف او الفاكت او الحقيقة. طيب تاني سؤال محتاجين نجاوبه، انا شايف الامر ده ازاي؟ وده بيخلينا نفهم الفكرة اللي جوه دماغنا عاملة ازاي. وخليني اقول لك معلومة تحطها قدام عينيك لاخر لحظة في عمرك، وهي عايز تغير النتائج، غير الافكار مش الظروف. الظروف هتتفرض على الكل، لكن انت عايز النتائج تكون على مزاجك. فعشان اكون فاعل ومؤثر في حياتي لازم افهم افكاري واعرف ايه الرؤية التانية اللي انا مش شايفها، اللي مش مناسباني دلوقتي. ودي هنتعلمها سوا لما نشوف ازاي نتعامل مع مشاعرنا وافكارنا في الفيديوهات اللي جاية. هشرحها لك بالتفصيل، ما تستعجلش. وهعرفك ازاي تمسك الفكرة اللي مضايقاك دي وازاي تفككها كده من بعضها وتفهم الفرق بين وجهة نظرك ووجهة نظر الطرف التاني لكل ظرف بنمر بيه. الغرض اللي حابب انك تفهمه قبل ما تزهق وتقفل الفيديو ده، ان يبقى عندك قناعة كده او مبدأ بيقول انا مش ضحية الظروف اللي بتحصل، انا مش مفعول بيه، انا الفاعل. انا فاعل ازاي؟ اني اعرف افكاري واقعد اتفكر فيها كده شوية، وده هيساهم بشكل كبير في انه يغير النتائج اللي هتتعامل قدام الظروف بيها. فلو انا بفكر معظم الوقت ان انا بلوم اللي قدامي، او ان مفيش حاجة هتتغير، او ان التغيير صعب، او ان انا طبعي كده، او نصيبي كده وخلاص لازم استسلم لازم اتأقلم عليه، ده كل دي افكار بتحطني في الاخر في مشاعر سلبية، وبتخليني استسلم للظروف اللي انا بتضغط عليا في نفسيتي دي، وبتخليني ما اتحركش، وهتأدي في الاخر لنتائج مش هتعجبني. بتخليني مثلا اتخانق مع شريك حياتي طول الوقت، وحياتي بتبقى جحيم، وانا ما احبش اعيش في توتر وخناق على طول. فلما احب اغير حاجة في حياتي
ما ينفعش ألوم على الظروف، لأن الظروف دي إجباري يا فندم في الامتحان، مش بإيدك تغيّرها، لكن هابتدي بدماغي، هتشوف الأمر ده إزاي عشان أقدر أغيّره وأحطّه في المعادلة اللي اتعلمناها، ونغيّر فيها أفكارنا عشان تتغيّر نتايجنا. ولو أي حد فيكم في أمر معيّن مضايقه ومحتاج مساعدتي يبعت لي ونفكّر سوا إزاي نطبّق عليهم المعادلة اللي اتعلمناها. في الدرس الجاي هنتعلم ندخل بعمق أكتر في الأفكار دي، ونقدر نقسمهم لأفكار إيجابية وأفكار سلبية. وعلى فكرة الاتنين ليهم لازمة والاتنين مهمين، بس إزاي هقدر أفرق وإزاي هقدر أحط الحدود مع الأفكار السلبية والأفكار الإيجابية؟ بس أول حد هيكون حد مع أفكاري أنا، أنا بشبههم كده بعينيك الاتنين، لو غميت واحدة فيهم أكيد مش هتشوف كويس. فحتى الأفكار السلبية اللي بتجيلنا دي جاية توريك حاجة أنت محتاج تغيرها عشان تطلع لحتة تانية وتحسن من نفسك. فما تخافش، أنا مش هقدر أقولك بقى اطرد الأفكار السلبية، اعمل زي الناس اللي بتاخدك في حتت إيجابية زائفة ولأ وقول لأ لأفكارك السلبية والكلام ده. لأ، إحنا محتاجين نكون واقعيين برضه. وعلى ما توصل كده معايا للدرس الرابع هندخل في حتة تغيير الأفكار وإزاي أعرف أتواصل مع الناس، وإزاي أبني نفسية صلبة بتتحمل الضغوط ويكون عندي ثقة في نفسي، كوني أعرف أقع وأقوم عشان نوصل سوا لأننا نكون أفضل نسخة من نفسنا. وتعالى ندخل كده حتة أكتر في الأفكار. الأفكار قلنا منها سلبي وإيجابي. وعلى فكرة خليني أقول لك معلومة ممكن تدهشك جدا، إن أنت في اليوم بيجي في دماغنا متوسط البني آدم يعني بيفكر في حوالي من 55 ل 70 ألف فكرة. تخيل. فأنت يا صديقي حاجة من الاتنين، أنت يا إما عبقري يا إما تايه في حياتك. الخطورة هنا فين بقى؟ إن ممكن يكون عندك أفكار إيجابية بس مش بتساعدك في حياتك، وده اللي بيحدده النية، نيتك. فهنبتدي نفهم بالراحة أهمية إن أنا آخد نية وأبقى عارف أنا عايز أروح فين، لأن في حاجات ونصايح كتيرة جدا إحنا بنتعرض لها بسبب السوشيال ميديا وبسبب كل حاجة بنشوفها كويسة، بس مش هتوصلني لنتائج تناسبني أنا، تناسب حياتي أنا. ففي الدرس الجاي هنبتدي نفهم الأفكار السلبية والأفكار الإيجابية وإيه فايدة كل واحدة فيهم. أنا آسف لو طولت عليكم، لكن أنا بحب أشكر كل واحد وصل لحد هنا. أنتوا أجدع ناس. وخليني أقول لك، الظروف حواليك ملخص اللي احنا اتكلمنا فيه كله، إن الظروف حواليك مش هتتغير، لكن الطريقة اللي انت بتشوفها بيها هي اللي هتغير كل حاجة. مش مشكلة انك تحس بضيق أو غضب، المهم تسأل نفسك انت شايف الموضوع ده ازاي، وايه تفسيرك ليه صح، وهل في طريقة تانية ممكن تفكر فيها في نفس الموضوع ده ولا لأ. ما تنساش يا صديقي، دماغك بتكون الواقع بتاعك، فلو غيرت الأفكار هتغير المشاعر وهتغير الأفعال، وبالتالي هتلاقي نتائج بترضيك انت اللي مختارها. لو عايز تبدأ من النهاردة جرب تطبق الخطوات اللي احنا قلناها دي في الفيديو على أي موقف بيضايقك، وهتشوف الفرق بنفسك. وما تترددش ابدا انك تكتب لي في الكومنتات لو عندك اي سؤال، او تتواصل معايا شخصيا. هسيب لكم في الديسكريبشن كل السوشيال ميديا بتاعتي والواتساب، وانا تحت امر الجميع. مش هوصيك طبعا تعمل لايك والكلام الجميل ده كله لو الفيديو فادك بحاجة. تشترك في القناة عشان يجيلك كل الفيديوهات بتاعت الكورس بتاعتنا، عشان تبدأ تتعلم حاجة جديدة، وأقدر أساعدك إنك توصل لأفضل نسخة من نفسك.